يا الله اخواني، مع الاسف جاي ينتشر عندنا الربا الفايز مو طبيعي بالعراق. فاحب اوجه رسالة لكل انسان يعمل بهذا المجال بالربا اللي البعض يسموه الفايز. اقول له بس اذكرك، شوف ايش ما طال عمرك راح تموت ويجيبوك هنا على المغتسل. باوع للمغتسل زين، راح يغسلوك ويشفنوك ويكملون كل امورك، وبعدين ياخذوك يمشون بيك يزوروك، يزورون الجنازة. ورا ما يزورون الجنازة ينزلوك هنا بقبرك، وهنا ما حد ينزل وياك بس انت واعمالك. وورا ما تنزل بقبرك اهلك وناسك وين يروحون؟ للمطعم، تنسي رأسا. وبالمطعم احبابك تدري شي يقولون؟ الله يرحمه هاي ويضحكون. هذا يدس كباب وذاك قوز يريد، وانت ببرزخ واحبابك يثردون. افهم الكلام زين. يرحون للبيت، عائلتك تطلع عمالك يقسموها بيناتهم الورثة، وما حد بحالك. انت واعمالك تنزل بالقبر. قد ماكل ربا، شو مسوي؟ وداعتك لا مرتك تفيدك ولا ابنك ولا بنتك ولا اخوك ولا اي واحد. ركز بالكلام وافتح لي ذهنك زين، ما حد يفيدك. فانت ما طول عدل اوجه لك هاي الرسالة، اقول لك افتهم هذا الكلام. القبر وحشة وظلام، والربا بقبرك يصير حساب قاسي وانتقام. تدري انت بيوت هاجم بالربا محطم احلام. الربا يغضب الله تدري، وسبب تأخير الامام. عمرك ايش ما طال افهم، بالقبر تالي تنام. توب من هسه انصحك واترك اموال الحرام. نصيحة لله، اذا تعمل بالربا توب، باب التوبة مفتوحة. لا تخلي الشيطان يسيطر عليك، والله الدنيا خلصانة. وش ما طال عمرك لازم تموت وما حد يفيدك. ثق واعتقد. فنصيحة لله، توب واترك هذا الطريق المو صحيح. اخواني شاركوا المقطع، جزاكم الله خير الجزاء، في امان الله.